والحقيقة إن قضية خالد الطيب إذا مرت مرور الكرام دون فتح هذا الملف هيبقى ما مضى من إهدار للمال العام مباح ومتاح، وده يعاقب عليه القانون. وشايف إنه خالد الطيب هو آخر ما يمكن تناوله فيما يخص هذا الشأن، لأن لو بصينا على الأسماء اللي الزمالك اتهم فيها داخل الاتحاد الدولي بسبب هذا التخاذل في وقت من الأوقات، هنلاقي إنه رقم قياسي من اللعيبة. وده كفاية جدا إنه يعني يتم التأكد من إن المال طالما ما هواش بيخضع للرقابة صح، ممكن التعامل معاه على إنه وسيلة للتسلية.